نرجع بقى للابتسامه يا دكتور، والترندز بقى بتاعت الابتسامه، هوليوود سمايل بقى وزراعه الاسنان والحاجات الحلوه دي. بص، هو انت وديتينا الحته يعني فيها لغط كبير قوي وكلام كتير قوي، موضوع كلمه هوليوود سمايل يعني. فدي فرصه كويسه ان احنا نتكلم على ايه هوليوود سمايل يعني، او ليه اتسمت هوليوود سمايل. تمام. فلو تدوني مساحه بسرعه كده اوضح يعني، حتى يعني اللي بيتفرج علينا يعني ايه يستفيد بكلمه هوليوود سمايل. هي هوليوود سمايل او كلمه هوليوود بشكل عام دي كلمه جت بناء على ان انا ازاي اخلي اسناني شكلها حلو. فاي حاجه هنعملها في اسناننا تخليها شكلها حلو والابتسامه تطلع حلوه، احنا ممكن نسميها هوليوود. هوليوود يعني بننسبها لمدينه هوليوود او للممثلين بشكل عام. فانا لو عملت تبييض اسنان ده هوليوود سمايل، لو عملت قشره تجميليه للاسنان ده هوليوود سمايل، لو ظبطت مقاسات الاسنان بشكل سليم هوليوود سمايل، لو واحد ما عندوش اسنان وعملت له زراعه اسنان وعوضت له الاسنان المفقوده، يبقى انا كده برضو عملت له هوليوود سمايل. فباي شكل من الاشكال احصل على ابتسامه جميله، يبقى انا وديت المريض بتاعي لحته الهوليوود سمايل، ان هو يبقى ممثل بقى. اوكي. بس يعني طيب احنا دلوقتي في عندنا بعبع عند الناس اسمه ان الناس بتخاف من دكتور الاسنان. دي حقيقه، انا بخاف من دكتور الاسنان. هو انا كمان